عمرو أديب فتح على الرابع بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى نعرف كم عدد محبين وعشاق النادي الأهلي. الإعلامي عمرو أديب بيدلي بتصريحات مثيرة جدا نقلتها الإذاعة السعودية عقب انتهاء مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين دون رد. أحرز الأهداف اللاعب عمرو السولية واللاعب وسام أبو علي. قال عمرو أديب: خلينا احنا كده بقى نتفرج على الأهلي وبيراميدز وهم بيتنافسوا على اللي ياخد الدوري، واحنا كزملكاوية قاعدين نتفرج وبس. طيب ليه الزمالك ما يلعبش زي الأهلي كده؟ ليه الزمالك ما يلعبش زي بيراميدز كده؟ واحد بيكسب 2 وواحد بيكسب 4 واحنا مش عارفين اي حاجة في اي حاجة. النهاردة طلائع الجيش كان عامل ماتش كويس قدام النادي الأهلي، والشوط الأول انتهى بالتعادل. قلت كده حلو قوي، كده حلو قوي، عبد الحميد بسيوني هيجي الشوط التاني وهيقفل دفاعاته. لكن كولر بقى الله يمسيه بالخير شخط في اللعيبة حتة شخطة، خلى اللعيبة تنزل تاكل الأخضر واليابس، وعمل تغييرات بقى إيه؟ نزل بقى عمر كمال ونزل السولية اللي حط جول مزيكا مزيكا، ونزل كمان معاهم حسين الشحات. يعني مارسيل كولر قال للناس كلها انا لما بعوز اكسب بكسب، انما احنا عندنا الراجل اللي اسمه جوميز دوت ولا بيعمل اي حاجة في اي حاجة. انا كده حاسس ان الماتش الجاي بتاع الاهلي وبيراميدز كولر هيكسبه غصب عن بيراميدز وغصب عن اي حد، لان الراجل ده بيعرف يشخط في اللعيبة. انما الزمالك ما عندناش حد بيشخط، احنا اللعيبة هي اللي بتشخط فينا، لعيبة الزمالك هي اللي بتشخط فينا. هذا ما قاله عمرو أديب عبر الإذاعة السعودية عقب انتهاء المباراة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.